أقامت جمعية محبي فن محمد شاكر احتفالية وندوة جميلة ومميزة اتكلمت عن الثقافة والفن والعادات والتقاليد في دولة ألبانيا وسط أجواء كلها فن ومحبة وحوار راقي. الندوة كانت فرصة حقيقية للتعارف بين الثقافات وتأكيد إن الفن دايماً لغة بتجمع الناس مهما اختلفت بلادهم. وشرفت الندوة بحضور الفنانة الألبانية ميموزا موساي اللي أسعدت الحضور وقدمت مجموعة من أجمل أغانيها. Lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. وكان من أبرزها أغنيتها الشهيرة عن مدينة الإسكندرية واللي لمست قلوب كل اللي كانوا موجودين، خاصة إنها بتعبر عن حب المدينة وروحها. كمان كان حاضر الفنان العالمي الدكتور محمد شاكر واللي أكد في كلمته على أهمية الفن ودوره الكبير في تقريب الشعوب من بعض، وإن الثقافة والفن هما الطريق الحقيقي للتواصل الإنساني. والندوة أدارها بأسلوب متميز الأستاذ خالد مصطفى مقرر لجنة العلاقات والإعلام، ونجح إنه يخلق حوار سلس وممتع بين الضيوف والحضور. وشهدت الاحتفالية حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمهتمين بالفن والثقافة من أبناء مدينة الإسكندرية. كان ممكن يكون لقاء صدفة وعابر، بس أرجع أقول برضه محترف العلاقات العامة ما عندوش حاجة اسمها صدفة وعدت، ولكن هو الصياد الماهر دايما أقل ده حقيقي. كانت المعرفة من سنوات، ولكن أنا متأخر عليها إني أعمل لها اللقاء النهاردة ده، وهي أقنعتكم الحمد لله بنفسها. وهنسمع حاجة تانية. Stonero tajne sam diamantiam pektikos Gdzie opos kafreftize desti thalas estos Lesia salam na cenas axios mistos Breia salam punato fantasto Sogliko to fino orafto Tuto souranos O fino porinos Ine o afendikos O Alexandrinos وفي ختام الندوة ألقى الدكتور محمد شاكر كلمة شكر وتقدير، وقدم شهادة تقدير للفنانة ميموزا موساي تقديراً لمسيرتها الفنية ودورها في دعم التواصل الثقافي. لما جيت أتكلم على المنطقة اللي هي الأراضي الواطئة الموجودة أو الدول الإسكندنافية وما حولها وما قبلها، اخترت ألبانيا كنموذج فعلا ينتمي إلى التركيبة المصرية. ويمكن سبحان الله اللقاء النهاردة فكرني بأن فعلا إحنا ولاية من إمبراطورية ألبانيا، أو ألبانيا ولاية من الإمبراطورية المصرية. في توافق غير عادي بين البلدين دول، والشخصية البديعة ميموزا اللي ظهرتني بشخصيتها وبذكائها وبحكمتها، آخر كلام قالته يبان إنها كمان حكيمة، بتعرف تعبر عن نفسها وتعبر عن ما تقول
أنا آسف مديكوا ظهري. وكمان الملحمة الأيقونة اللي قدمت لنا بيها كلمة حلوة وقبلها طبعا العظيمة أسمهان، لما الصوت الأوبرالي اللي بيحمل ثقافة الطرب الحقيقي في الغرب، وهي بروح شرقية قدرت تدي توليفة صعبة جدا بين الأوبرا والموسيقى الشرقية. هذه فنانة عظيمة، وأنا فخور إن احنا النهاردة نتشرف بلقائها. وانتهت الاحتفالية بالتقاط الصور التذكارية والصورة الجماعية على أغنية صورة، في لحظة جميلة عبرت عن روح المحبة والتقدير اللي سادت اللقاء كله.